بدون قلي وكمان من غير اير فراير. هقول لكم عملت الفراخ الجميله دي ازاي. طعمها بجد حكايه، من ساعه ما عرفت الطريقه دي وانا مدمناها. لكم على 3 اسرار بالظبط لنجاح الفراخ دي. يلا بينا نشوف ايه هي الاسرار. يلا بينا. واول سر هي نوع الفراخ نفسها. المفروض ان احنا نجيب نوع فراخ يكون حجمه صغير، فراخ مخصصه للشوي اللي هي فراخ بيضه. ومهم جدا اننا نشيل الجلد من على الفراخ، ده كده اول سر. نيجي للتتبيله. في اي بوله واسعه هجيب شويه من المستردة، اساسيه في التتبيله واساسيه كمان في نجاح التسويه. واحط كمان كوبايه من الزبادي، والمستردة والزبادي كده ده تاني سر معانا في نجاح الوصفه. المستردة والزبادي هيعملوا كماده استيكي كده، هتلزق على الفراخ لما نيجي نحطها في الدقيق، هتمسك على طول وهتبقى مقرمشه معانا لان احنا هنعملها في الفرن، فنستغناش عنهم. وبعدين هحط ميكس توابل ده اللي ظهر قدامكم على الشاشه، او كمان هتلاقوه في الكتاب. كمان عصير ليمونه واحده علشان نضمن ان التتبيله هتتوزع بالتساوي على الفرخه بتاعتنا كلها. نخلط التتبيله الاول قبل ما نحط الفراخ. شكل التتبيله بعد ما وزعتها بقت متجانسه جدا. وبعدين ده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما وزعت عليها التتبيله. هسيبها في التتبيله دي ساعتين، والافضل طبعا ليله كامله. وبعدين هجيب كوبايه واحده بس من الدقيق، دي كفايه قوي لفرخه واحده. وهتبل الدقيق بالتوابل دي، لو عندنا فيجيتار يكون احسن برضو. واساسي في التتبيله الكاري، لان هو اللي هيدي للدقيق لون اصفر جميل كده. الكاري والبابريكا ورشه من الملح. نميكس كده التتبيله كويس مع الدقيق. وهجيب الصينيه اللي انا هسوي فيها الفراخ. افضل انها تكون صينيه تيفال علشان الطبقه المقرمشه دي ما تلزقش في اي نوع صينيه تانية. هجيب الفراخ بتاعتي اهي واغطيها بالدقيق من كل حته، علشان الزبادي والمستردة اللي احنا حاطينه فهي هتعمل كمادة استيكي كده هتلزق على الفراخ على طول. وده شكل الفراخ بتاعتي كلها بعد ما حطيتها في الصينيه. سر معانا هو التسويه. لازم نسويها في الرف اللي في النص، ما ينفعش تحت. نسيبها في الرف اللي في النص على الشبكه على درجه حراره 180. هتاخد تقريبا ساعه ونص في الفرن. لو حطيناها من تحت هتتحرق من تحت، ومن النص هتبقى نيه مش مستويه. كمان نمسحها مسحه بسيطه قوي بزيت زيتون او حتى سمنه لبن طبيعي. يلا بينا على الفرن، يلا بينا. وده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما استوت. اخدت تقريبا ساعه وربع في الفرن. بجد طعمها حكايه، وما نقلقش خالص، الفراخ بتطلع مستويه كويس قوي من جوه. اهم حاجه نشيل الجلد ونلتزم بالتعليمات. وتعالوا يلا ندوقها جدا. يلا ندوق. ده خطيره، كل مره بعمل فيها الفراخ دي بنبهر قد ايه طعمها حلو قوي كده وصحيه ومن غير قلي. جربوها مع شويه من البطاطس الصحيه اللي انا شاركتها معاكم قبل كده اللي بعملها في الفرن. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، عشان الحاجات البسيطه دي بتساعدني ان انا اكمل. وانجوي.